ما بتفرقوش ولا هم ولا حاجة تأثر، صعب تشوفه ما تحبوش، الوقت معاه لطيف، ما هو قلب ابيض نضيف، واكيد غني على التعريف المصري. ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجي لكم لغايه عندكم، انا جاي. اخبار العيش ايه بقى؟ الحمد لله. الحمد لله بنعيش متوفر اهوت وموجود قدام الناس كلها ايه الحمد لله يعني. ما فيش كل واحد بياخد كام رغيف والكلام ده؟ لا 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 اللي هو عاوز بجنيه باتنين بخمسه. بكام العيش بصراحه؟ بريال العيش. بريال؟ بريال يعني ما هو ده بقى اللي متاحه. الحمد لله مش متاحه. بيسلم بقى بالحد ابو سلم هو اللي بيبقى النهارده بياخد الرغيف بياخد ب 2 جنيه، بياخد بجنيه، وثاني يوم يروح يبيعوا ب 2 جنيه، يبقى هو كلب ببلاش. الانتخابات سمعتوا ان هي اتلغت ولا اتاجلت؟ سمعنا اللي اتاجلت. ده كويس ولا مش كويس؟ والله اهم حاجه دلوقتي راي الناس كلها كان انت كويس. رايك ايه؟ لا انا رايي عاوز استقرار، اما انا راجل ما فهمش سياسه، انا راجل بتاع عيش. انا عاوز الاستقرار ازاي الحكومه قادره بيه او الشعب برضه الناس بتدي رايها. وانت رايك فين؟ ما انا بقول لك انا عاوز الاستقرار. اذا كان النهارده الانتخابات هتعمل استقرار لما تتاجل احسن ولا كانت احسن احنا عملنا انتخابات؟ احنا بنقول لك دلوقتي الانتخابات كانت تمشي احسن، احنا عاوزين استقرار في البلد. طب وانت ما حضرتك هتاثر هنا؟ انت كرأي بقى الثوره على العسل على الدين، هتقول ايه للناس؟ لمين؟ هتقول انت ايه بالنسبه للحكومه حاكم؟ هنقول الحكومه الانتخابات لو مشيت وجود كل واحد رايه والشعب يرتاح، واحنا عاوزين استقرار، كان عاوز الاستقرار. ايه رايك في اللي بيحصل في البلد دلوقتي؟ مقرف. ازاي يعني؟ كل اللي انت شايفه ده ازاي؟ كل حاجه مقرفه. الثوره اللي عمل الثوره، انا دلوقتي بصلي وبدعي عليهم، يمكن هم ما كانوش يقصدوا بس انا بدعي عليهم. لا الثوره مالهاش دعوه، الثوره مالها باللي بيحصل دي؟ ما هم الثوره هم اللي جابوا لنا اللي قاعدين على الحكم. استغلال الثوره ما بعد الثوره واستغلالها هو اللي خطأ، لكن قيام الثوره كان في فعلا البلد كانت تعبانه. وكنا متخيلين ان الثوره لما تقوم انت عارف الدنيا هتنهض. رغبه التعب اللي كان فيه احسن من اللي احنا فيه ده. ايوه ما هو بس هو ده مش خطأ الثوره، خطأ معالجه الاحداث ومعالجه الايام والقرارات السياسيه اللي بتحصل دي. انت بتسأل عليك والله حضرتك هو تأجيل الانتخابات مع انت حضرتك مش في مصلحة البلد، احنا عايزين البلد تمشي حضرتك. ليه مش مصلحة الأهل؟ يعني حضرتك احنا عايزين البلد تمشي، الناس حالها واقف، ولا عايزين يعرفوا الناس تجيب صلة ولا عرفت اي حاجة في الدنيا. احنا عايزين البلد بس حالها يمشي. ايه تأجيل الانتخابات مالها؟ حلوة احسن. فرصة نعرف ننتخب مين، كفاية ان احنا انتخبناهم اهو. ايه؟ نعرف ننتخب مين زي واحنا برضه تأجيل الانتخابات حلو، بيدي فرصة للناس تعرف واحنا انتخبنا وما فيش حاجة. ما هي البلد واقفة والشباب المتعلمة نايمة. الشباب خارجين الكليات يا ابني نايمة، ما بيشتغلوش. طب واحنا بنعلمهم ليه؟ ده بيقول لك ان دلوقتي كان سمعنا ان كان في عشان ما يبقى في تزوير وياخدوها بالعافية زي ما طلعوا رئاسة الجمهورية وطلعوا على الكرسي بالعافية. احمد عز. اسمك احمد عز عشان كده مش راضي تقول لاحمد بس. فرق طبعا، بس عز عن عز يفرق. طبعا الثاني كان عز. انت احمد على كبير. انت احمد عز. يبقى انت اللي قتلت بابايا. ربنا يخلي لك الحاج عز. الله يخليك. ووالدك على طول؟ والدي. يعني انت حاسس ان دلوقتي ان الدوله ما خلاص ده داون لود؟ نعم. الدوله ما عادش فيها صالح على انت خالص. الدوله ما عادش فيها خلاص، ما عادش فيها اكل لقمه عيش، ما عادش فيها امان، ما عادش فيها بقى اي حد بيتكلم في السياسه او اي حد عايز حاجه بيعملها في الايام اللي احنا عايشينها ديت. الدوله خلاص يعني حداد عليك يا مصر. القصاص. حداد عليك يا مصر فعلا. القصاص طبعا. واللي احنا شايفينه الناس اللي هي بتموت والشهداء والكلام دوت، طبعا احنا طالبين القصاص للناس الشهداء ديت طبعا. لا خليك تتكلم انت في اي حاجه ثانيه غير القصاص. قول. واخد بال حضرتك؟ فطبعا احنا الايام اللي احنا فيها دي ما شاء الله يعني ربنا يكرمنا من ورا مرسي يعني. انا راجل بالمناسبه
فكره على فكره بالمناسبه انا راجل سواق تاكسي. انت سواق تاكسي؟ سواق تاكسي. وقبل ما كنت سواق تاكسي كنت محاسب. فطبعا انا هنا الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ما شاء الله العربيات بتتسرق العربيات انت اتكلم، انت مالك دعوه. العربيات بتتسرق. انا عندي بس حالها كده، مالك دعوه. العربيات بتتسرق. الناس بلطجيه بتطلب فلوس. مش لاقيين ناكل. الشغل ما بقاش زي الاول. والشغل ما بقاش زي الاول طبعا. وربنا يستر علينا يعني. قصاص قصص عجيبه. يعني معنى كده انت مع الاخوان؟ لا مش مع الاخوان، لا. ليه؟ ما انت بتقول اهو ما ننتخبوهوش. احنا انتخبناه عمل لنا ايه؟ مين؟ عمل لنا ايه؟ ليه؟ زي الراجل الحمد لله ساكت ما بيتكلمش. ما بيتكلمش. ما بيعملش. ما هو انت تتكلمي يبقى هو ما بيتكلمش. طيب الحكومه تموتنا وتموت شبابنا. تموت شبابنا. بس هو ايه؟ تقصد ايه بقى؟ هو قاعد على الكرسي ويتمكن من الكرسي. لكن ان شاء الله هنشيله من على الكرسي. مين اللي هتشيلي؟ انت هتشيلي؟ ايوه الشعب. انت قد الكلام ده؟ الشعب انت قد الكلام ده؟ انا مش خايفه منه. انت قد الكلام ولا مش قد الكلام؟ ومش خايفه منه. انا مش خايفه منه على الشباب اللي بتموت والشباب اللي بتتسرق من المستشفيات. وبتتخدم من الميدان. الشهداء. والمذيع اللي على كيفهم يخلوه. دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الشعب كله. مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الشعب. والشهداء مسؤوليه الشعب. الراجل اللي ضرب الست قدام مقر الاخوان، رايك ايه؟ راجل مش محترم. خلي هو ضرب الست دي، خليه ان هو واحد غيره ضرب اخته، دي اخته. ماذا يفعل؟ هل انت يا اخواني يا اللي ضربت الست دي؟ هل انت يا اخواني؟ وهل هو انت يا اخواني؟ هل ده اسلوب الاخوانيين؟ هل ده الدين قال لك كده؟ هل الدين قال لك ان انت تضرب الست وبهدلها في الشارع وتوقعها في الشارع؟ هل ده اسلوب الدين اللي قال؟ هل انت فعلا لو اخواني فعلا انت كده مسلم؟ الاسلام قال لك كده؟ طب انت لو كنت موجود كنت هتعمل ايه؟ لو كنت موجود؟ بصراحه انا اللي كان قدرنا عليه ربنا كنت هعمله معاه. يعني كنت هتتدخل؟ طبعا لازم اتدخل. يعني لا زالت النخوه المصريه موجوده؟ طبعا النخوه المصريه موجوده. وانت نخوتك الحمد لله لسه موجوده؟ طبعا الحمد لله. يا رب الحمد لله. ويا ريت بقى النخوه المصريه في كل مكان تبقى موجوده عشان بلدنا دي ترجع. اقول لحضرتك على حاجه، النخوه المصريه موجوده ما بين الشعب المصري، ما بين الشعب المصري النخوه المصريه موجوده، لكن للاسف حته ان عدم امن وعدم لقمه العيش وعدم ان احنا مش لاقيين ناكل ممكن تكون هي دي السبب اللي مخليه ان بعض الناس متضايقه او جواها غيظ او جواها ضياع. لو انت مثلا على ايه القصاص يبقى انت قاعد بتتكلم القصاص القصاص بصراحة قصاص عليه. ايه الفرق بين الليمون والزيتون؟ الليمون حادق والزيتون اسود. لا انت بتقدري تعملي من الليمون ليموناته، لكن هتعملي من الزيتون زيتوناته؟ هتعملي زيتوناته؟ الزيتون طبعا هيطلع منه الزيت زيت الشعر. الشعر وزيت لو زيت اللي بياكلوه. لا الليمون لو حد زعلني وزعلك هيقول لك لا ده سوري ليمون. مش الناس عصرت على نفسها ليمونه لما راحت انتخبت؟ لما انتخبنا عصرنا على نفسنا ليمون. تقدري تحصري على نفسك زيتون؟ لا خلاص يبقى طب احنا عايزين الرضا دلوقتي، عايزين البلد تعيش حلوه. عايزين البلد تعيش في امان. لو قلنا احنا الثالثه البلد هتدخل في استقرار. احنا عايزين الاستقرار. لو قلت الثالثه في الزيتون والليمون هتستقر. قولي ايه الثالثه في الليمون؟ احنا عايزين زيتون مش الليمون. احنا عايزين ناكل عيش يا بنتي. عايزين البلد يا بنتي فهمي، لو انت قلت حكايه هتستقري بيقول ليمون الناس نقدر نقول زيتون الناس؟ خلاص يبقى هنا البلد هتستقر. البلد هتستقر يا جدعان. طبعا الاستاذ محمود معروف الاعلامي والراجل الصحفي الجميل وحبيبي على فكره. اكيد طبعا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انا عايز بقى رايك بصدق فيما يحدث في البلد. بصدق، انت رجل اعلامي ومسؤول،
وانا ادبسك بقى الوقت بصراحه. لا انا عايز اقول لك ان انا كنت عضو مجلس شعب، وكان لي شرف في الدوره اللي كان فيها الدكتور محمد مرسي. كان بني ادم جميل. اللي جرى مره واحده كده ما اعرفش. طب ده يعني كل حاجه تتقال وتقال العكس بتاعها، كل حاجه تتقال وتتكذب، كل مش حاجه مش جايز هو عاوز يعمل لنفسه اسلوب. وده اسلوب يا استاذ رضا، ده مش اسلوب. ان هو يعمل، يعني يروح عامل كده ويروح عامل كده، يعني يعمل ممكن هو يدي اشاره يمين ويدخل شمال. ماشي، عاوز يلخبط الناس. لا بس يتلخبطها مش كده ابدا، لابد يكون فيه يعني ده الرمز بتاع مصر، ودي مصر مش تشاد ولا الصومال ولا يعني مصر. بقول لك ان الاثار بتاعتها هتتاجر. لا ده هتتاجر الحاجات دي. ينفع ان الاثار تتاجر؟ لا ما فيش حد قال الكلام ده، اشاعات. لا وزير الماليه قال. وزير الماليه قال. عايزين نقول الصراحه وما نضللش الناس. دي اشاعات. لا اشاعات ايه؟ ده اتقالت. لا اتقالت بجد. اتقالت ولا لا؟ اتقالت. بقول لك دي اشاعات. لا ما فيش تاجير ولا في تمليك لاي حد، كل حاجه ملك الشعب. البحر اللي بيتردم وبني سويف، البحر اللي بيتردم. البحر بيتردم. لا هو الاشاعه اللي انا سمعتها مش حكايه تاجير الاثار. الاشاعه بقى بيقول لك النيل ده ينفع؟ الميه يا جماعه، كل واحد هيبقى له بقين بس في اليوم، وحمايه في العيد. بس انا بقول لك في ضغط في البلد. بضغط من الاخوان. لا في ضغط في البلد ان يبقى في تغطيس راس في الاسبوع. ينفع يعني يتفرد دماغهم بالرمل. يتفرد دماغهم بالرمل. هم بياكلوا ايه؟ ما هو ناقص بقى ان النيل هو اللي يتاجر. تخيل ان النيل يتاجر تبقى مشكله. يا ريت الواحد هيبقى له بقين في الطاقه. يا نهار يا استاذ، هيبقى لك بقين في الطاقه. امال ايه يبقى ده اللي ناقص. بلدنا باظت، بلدنا خير. هم طلعوا من تحت الارض عشان ينتقموا من اللي فوق الارض. هل القرارات السياسيه الاهم ولا السلوكيات دلوقتي في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر هي القرارات السياسيه اللي هي بتاعت هتؤثر على السلوكيات. مش كده؟ لو في استقرار سياسي، وفي قرارات صح، وفي رئيس بيخلي البلد صح، وفي امان وفي امن وكل حاجه. اكيد طبعا هنعكس على سلوكيات الناس تخليها تتحسن. طب يا جماعه انا عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله النيل مش هيتاجر. ان شاء الله مش هيتاجر. ان شاء الله مش هيتاجر. وانت عارف ليه؟ واحنا بنشكر. عارفين ليه؟ لا علشان النيل ما ينصر طول من عليها. ايه؟ والنيل هيبقى مصر علينا. لا قول لنا كلمه مفيده. قول لنا كلمه مفيده. النيل مش هيتاجر. لا ان شاء الله مش هيتاجر، واحنا بنشكركم ونشكر قناه القاهره والناس. طب عايزين ولا الاثار هتاجر؟ انا عكسكم بقى. ان شاء الله بلدنا منصوره باذن الله. لا بالعكس، ان شاء الله بلدنا منصوره. ان شاء الله. لا ايه؟ شبابنا ان شاء الله منصورين. احلى شباب في الدنيا. احلى شباب. ايه بقى اللي انت بتغير التسعيره ليه؟ لان مفيش ضمير. ايه عشان تحط تسعيره؟ لا ان انا اولا انا بتكلم على الناس اللي بنزل بشوف الاسواق اللي انا بنزل اشتري منها الحاجه. الناس دي ما عندهاش ضمير. ليه بقى انت مش ضمير بس تسعيره عليه؟ لا ما انا لو في اي واحد عنده ضمير وربنا ويتقي الله في شغله وفي التسعيره بتاعته، في اي واحد بيبيع اي حاجه النهارده، اللندا اللي بتجيب اي لندا من المحل ما مش مكتوب عليها تسعيره، بيبيعها صاحب اللي بيبيعها بالسعر اللي هو عاوزه البياع. وانا بشتري غصب عني عشان انا محتاجها. انت بتجبرني، وانا لو رحت اشتري كله خضار من بره. انا اجبرتك بحاجه؟ ايوه ما انت بتجبرني علشان ان انت حاجه مش موجود عليها تسعيره. انا اجبرتك؟ ما انا اكل انا منين انا وعيالي من حاجه انت مغليها رافع الاسعار اهي. انا غليت ايه بس يا عم انت بس؟ طب فين اللي غلي؟ طب كل حاجه الفراخ غلي دلوقتي ب 17 جنيه كيلو. طب انا مالي، انا ماله من الفراخ؟ فين المحافظ الجيزه؟ انا عايز محافظ الجيزه ده يتحرك من مكتبه. ايوه يخش على العزبه دي يشوف العزبه اللي فيها ايه. العزبه دي مليانه بلطجيه واسلاح وفيها ناس معاها بتبيع مخدرات. مخدرات؟ ايوه بتبيع حضرتك مخدرات. ازاي الكلام ده؟ في قلب عزبه البدرشيني خلف الدائري في صابه اللبن. انت بتقول لي ان في مخدرات فعلا؟ ايوه ساعتك في مخدرات. بتشوفها؟ ايوه حضرتك في قدام مني. بتشوف ايه يا سرحان؟ حضرتك انا بشوف قدام مني عربيه نص نقل محمله وبقى عليها 7 تنفار بقالي بنادق قالي. حكايه المخدرات المنتشره دي مقصوده؟
ايوه طبعا حضرتك. بس ان شاء الله يعني حسن انا قدامه هذا الرجل من قدامك هو الى المسؤولين، هذا حاجه اصلا انا اقسم لكم بالله هذا نوع كلامه بيصحن على وشه على طول. هي بس احنا لما حد قاليها انا واناشد انا اصلا حاجه قال بالنسبه لهم انا ان هو بيروح عزبه ايه البدرشيني بصفت اللبن، البدرشيني بصفت اللبن خلف الدائري يعني اصلا اول مش حاجه بدنا حسن ايه انا عن سنترال صفت اللبن المخدرات مش حصل حاجه حتى البتول فوق موجود 7 تنفار من ناحيه منطقه اسمها وكلهم بقى وناس 7 كانوا الغناتره و7 كانوا بقالين ماسكين الجمهوريه كلها انت قلت 7 بقالين انت اللي هم ايه انت قلت 7 بقالين بقالي 7 بقالي والشباب كله 7 بقالي مش بقالين 7 بنادق آلي سعادتك. الى من يهمه الامر هذا المكان فيه ناس كتير وعندهم مخدرات، اوعى حد يقرب هناك عشان المخدرات تنتشر ان شاء الله وتبقى كل شيء تمام. مش كده ده انت قصد كده؟ وبعدين بعد سعادتك في واحده ست بتشرب مخدرات، واحده ست بتشرب مخدرات، واحده ست بتشرب ما كانتش سيجاره بانجو ما تشربهاش في الشارع، ما تشربهاش هذه الست بتشرب مخدرات. ايوه في موجوده وعارفه معروفه الى كل ستات مصر ان شاء الله مش عايزين يعني ايه المخدرات انتشرت وكلهم الست دي هناك في البلد موجوده في عزبه البدرشيني الشارع اللي عايز يشرب مخدرات بتتعامل مع الناس مع بعد سعادتك بتتعامل مع الناس متعامله مع واحد اسمه عاشور الراجل دوت دجال من الفيوم اللي عايز يشرب مخدرات يروح للست اللي في البدرشيني ان شاء الله. ايوه مظبوط حضرتك. وبعدين بيتعامل مع واحد اسمه عاشور الراجل ده بتاع دجل بتيجي تعمل اعمال للناس. الراجل عاشور بتاع الدجل ده في البدرشيني برضه حضرتك البدرشيني ده مليانه خالص من كل حاجه. الولايه دي بتطلبه بتجيبه من الفيوم اللي عايز دجل يروح للست دي هتجيب له الراجل ده اسمه ايه عاشور. هيجي عاشور ده هيعمل لهم دجل يعني كل في البدرشيني عزبه البدرشيني فيها كل حاجه الى من يهمه الامر. اللي عايز يروح ياخد دجل فيه، اللي عاوز دجل عاوز مخدرات عايز ايه في عزبه البدرشيني. السرقه العمدان النور الجبال العمدان بتوع الزباله اللي موجود في الاول نازلين سرقه في الجبال النور والعمدان النحاس. عمدان النحاس اللي عنده عمدان نحاس عايز تتسرق يروح من ده عزبه البدرشيني بصفت اللبن. انت اكيد لابس حمالات تحت يا لا حضرتك انا بتكلم من قلبي. لا انا لابس من قلبك حضرتك انا تخيلت انك بتتكلم من بقك. لا سعادتك يا راجل من قلبي. مش ممكن اعمل كده تعمل كده او كده وارجع تاني كده. انت اتزنقت في حاجه؟ لا باذن الله مفيش اي زنقه ان شاء الله سعادتك. لا بقول لك ايه تعالى فك لي دي الاول. بص تعالى يا سرحان امسك لي دي. افكها لك؟ افك لي ايدك. افك ايدي انا؟ ايدك انت؟ على كده؟ انت عامل ايه؟ اهو الحمد لله. بص ممكن ايوه ده اهو ده اهو هيروح فين ده؟ الخمنصر. الخمنصر ده اعمله ده حرك الابهام حرك حرك ده كده حرك بيتحرك حرك مناخيرك بقى. حرك مناخيري؟ لا ده ما انا لو مشيت مناخيري مش هشم كده اساسا. طب ايه اصابع اللي بتمتد دي يا سرحان؟ بتبقى واخد بالك ولا بتبقى سرحان؟ لا والله هي بالنسبه للاصابع اللي بتتمد دي من داخل البلد. من داخل البلد من داخل. طب الثلاثه دول في رايك هل هم واحد منهم تعرفه؟ ده مين؟ انا من اللي بيمتدوا هو الرئيس عشان هو الوسطاني. ده الرئيس؟ ده الرئيس. ده الرئيس ما بيمتدش. ده الرئيس هو اللي بيقول اي اصابع تمتد هقطعها. ده اللي بيشعر يسعى على دير. هل ده على صوره؟ لا والله. هل ده تحس ان هو ولا ايه؟ لا اصل البلد دي مش عاوزه واحد طيب. لان اللي فيها ده طيب مش عارف يعمل حاجه، والبلد دي عاوزه واحد شديد يمسك البلد علشان تعرف تسلك. ما هو عاوز ايه؟ انا مسكت دلوقتي مدير. يا عم هو عاوز ايه على الصوابع دلوقتي هنا معاك حضرتك؟ انا دلوقتي مسكت مدير في المكان ده لما رحت. انت مسكت مدير فين؟ هنا في حي العجوزه. الحمد لله على السلامه الف مبروك يا بيه. مسكت مدير بجد؟ لا طبعا. ولا انت بتقول مثل ولا ايه؟ لا يعني بقول لك مثلا حضرتك مثلا انا مش واخد بالي. طبعا معايا هنا العمومي انت مسكت مدير مثلا يبقى قول مثل عشان انا تخيلت ان انت مسكت. لو انا قابلت الناس دي وصاحبت ده وصاحبت ده الشغل مش هيمشي. مش هيمشي. العجله بتاعت العمل مش هتدور. انا عاوز العمل في له عجله؟ طبعا حضرتك. امال ايه؟ بتدور؟ طبعا لازم تدور. طبعا العمل يعني هي العجله دايره دلوقتي ولا واقفه؟ لا حضرتك الحمد لله العجله بتاعتنا دايره الحمد لله. فين عجلتك؟ حضرتك العجله بتاعتنا موجوده حضرتك. انت عجلتك العمل بتاعي هو العجله بتاعتي هو العمل بتاعي سعادتك. بس بصراحه يا سرحان انت شخصيه بتتحاجى ولا اصلا مش مجرد كده لكن حصل اي او حاجه غلط. الله يبارك فيك يا رب يخليك. وارجو انك انت تتطوعها على طول. يا رب دايما حضرتك. العقل عندك بالاسم يا فندم؟ العقل بتاعك لا يصل الاصول طبعا لازم. انا قبل ما اعمل اي حاجه حضرتك لازم اكون مفكر لها وعارف ان دي هتبقى صح ولا غلط. ما اعملهاش لو غلط. هل استاذ انت حاسس بتي بتتكلم؟
هو حضرتك معلش بقول لك هل الرفسولوجي مع التكوين النفسي ده يؤدي ولا لا يؤدي؟ بصراحه لا طبعا يؤدي طبعا. يؤدي بدل نفسي بدل نفسيتك. ايوه مش كده؟ ايوه مظبوط ساعات. لا سيبها سيبها ما بتفارقوش ولا هم ولا حاجة تأثر، صعب تشوفه ما تحبوش. الوقت معاه لطيف، ما هو قلب ابيض نضيف، واكيد غني عالتعريف المصري ابو دم خفيف.